السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا أحلى مشاوي أحلى غدا النهاردة ب70 جنيه. أيوة ب70 جنيه. هنعمل شوية مشاوي غدا رائعة جدا. عملنا النهاردة الأجنحة بطريقة حلوة جدا، حاجة اقتصادية وسهلة وجميلة جدا. شويناها في الفرن من غير تعب ولا مجهود مع الخضار الجميل بتاعنا. وجبة مغذية وجميلة وكاملة كمان. بجد الوصفة حلوة أوي وتستحق التجربة وتغيير كمان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل الناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك وتعليق الجميل اللي بيسعدني. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا بقى عشان نشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا. اول حاجه انا معايا اجنحه زي ما انتم شايفين، انا بجيبها من محل جميله جدا ونضيفه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، مغلفه كده. حبيت اوريلكم النظافه بتاعتها عشان كده بصراحه بتغني. انا اولادي بيعشقوا الاجنحه كده لما بتبقى معموله بايه بالتتبيله حلوه ومحمره او مشويه او شويه وصفات حلوه جدا بيعشقوها بصراحه، وتكون حاجه في نفس الوقت اقتصاديه. جبت الاجنحه بتاعتي، هعمل بقى هي بتبقى جايه كده معاها برتقان او ليمون، فهعمل ايه محلول النقع بتاعنا ده. عصرت ليمونه وبقيه عصير البرتقان اللي كانت موجوده وشويه ملح وشويه بيكربونات الصوديوم وميه وخل كمان. يعني حطيت خل وبيكربونات الصوديوم والملح ودقيق وعصرة ليمونة او عصرة برتقانة، وحطيتها وحطيت القشر بتاعها. وهنزل بقى الاجنحة بتاعتي واحطها في المحلول بتاعي ده كده لمدة نص ساعة ساعة زي ما انت حطيها، وشوفي اللي وراكي ايه لحد ما ايه بتفضل معاكي. دي بتشيل اي نسبة صفارة فيها واي حاجة فيها، بتبقى نضيفة وريحتها جميلة جدا، وبتدي كمان في الاخر طعم بيبقى حلو قوي. نزلت عليها بالميه بقى وابتدي اسيبها كده على جنب كده تقعد ساعه، وابتدي نجهز بقى ايه التتبيله بتاعتنا. معايا طماطمايه وقرن فلفل احمر وبصلايه. لو بتحبي تضيفي جزرايه حطي، مش عايزه خلاص انا بستكفى بكده. هحطهم في قلب الخلاط وهضربهم ضربه كويسه، عايزاهم يبقوا ناعمين جدا. بعد ما ضربتهم في الخلاط هبتدي اصفيهم لان انا مش عايزه فيهم اي تفل او اي حاجه خالص. هعصر الليمونه كمان عشان لو نزل منها اي تفل او اي بذر او اي حاجه مع الخلطه بتاعتنا، واحط كمان الملح بتاعي عشان انا عايزه نسبه السوائل تبقى عاليه، يعني البصلايه تنزل ميه كتير والحاجات دي. فنزلت الملح كده وقلبت كويس، وابتدي اصفي الصلصه بتاعتي دي او التتبيله بتاعتي دي كويس جدا من اي تفل فيها. صفيتها بقى كويس جدا، ابتدي اتبلها. معايا معلقه كبيره من البابريكا ومعلقه من الكاري ومعايا معلقه توم باودر وبصل باودر، وحطيت بصل باودر. وهنزل عليها بمعلقه من الخل. طبعا انا حاطه الليمونه، ومعايا دبس رمان، معلقه من دبس الرمان ومعلقه من الصويا صوص. لو ما عندكيش دبس الرمان والصويا صوص تقدري تحطي معلقه صغيره من العسل الاسود او معلقه كبيره من العسل الاسود. حطيت رشه حبهان باودر كمان مطحونه، ونزلت بمكوناتي. طبعا انا كنت نسيت اقول لكم ان انا حطيت فلفل اسمر، بس انا بعد كده كنت ناسيه ورجعت حطيت معلقه فلفل اسمر كمان عليها. اقلب كل التتبيله بتاعتي دي كلها. اقلب بقى التتبيله بتاعتي دي كويس جدا، ويا ريت بقى تقعديها كده فتره حلوه جميله. يعني مثلا لو هتعمليها مثلا الدوريه قومي من الصبح بدري تبليها، او تبليها من بالليل قومي اعمليها الصبح زي ما انت عايزه. انا قعدتها في التتبيله بصراحه من بالليل لتاني يوم. جبت بقى اي خضار اولادك بيحبوه. انا جبت 3 كوسات على 3 جزرات، بصلايه، بطاطستين، اي خضار انت بتحبيه حطيه، اللي يعجبك حطيه. قطعت التقطعات اللي هي يا دوبك صغيره كده، مش كبيره قوي، وسط كده. وطبعا لان الاجنحه مش هتاخد وقت، ان هي قعدت في التتبيله يوم كامل تقريبا من بالليل للصبح، فمش هتاخد وقت. التتبيله دي بتخلي طعمها حلو وبتسرع كمان من عمليه السوا بتاعتنا. هقطع الخضار بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه دوت. خلصت تقطيع خضاري كله، هبتدي اتبله بقى. نزلت عليه بالملح وشويه فلفل اسمر، ومعايا كمان تتبيله اللي هي المرقه الفوريه. خدت منها اقل من نص الكيس، يعني جزء بس منه، رشه منه بس كده عشان تطعم الخضار. ونزلت عليه ب3 معالق من الزيت، او حابه تستغني عن الزيت تحطي سمنه زي ما انت عايزه. هتبل كده في الخضار بتاعي التتبيله بتاعته. انا طبعا زودت الملح والفلفل، لان طبعا الملح اللي انا حطيته على الاجنحه كان يدوبك لتتبيله الاجنحه، فحتى الصوص اللي انا هحطه من اللي هو من باقي من الاجنحه مش هيدي طعم، فعشان كده زودت ملح. انا طبعا كنت حاطاه في العلبه ومغطياه من بالليل لتاني يوم. جبت بقى الخله بتاعت الشيش طاووق، لو حابه تعملي فيها، حابه تستغني عنها وتحطيهم على شبكه زي ما انت عايزه تحطيهم فوق الخضار كده براحتك بصراحه. انا حبيت اديله شكل حلو كده، واحطهم في الخله بتاعت الشيش طاووق بتاعتي واحطها. الاجنحه ما شاء الله عليها حجمها حلو جدا، يعني كان ممكن 2 بس في الشيش طاووق يبقوا حلوين او 3 زي ما انت عايزه.
انا حطيتها في الخله بتاعتي كده، حطيت جزء 2 أو 3. انا طبعا ما خدتش كل كميه الاجنحه اللي كانت معايا، دول كنت جايبه 2 كيلو. انا خدت تقريبا منهم كيلو بس، وكيلو تاني هعمله في وصفه تانيه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حطيت في جزء كده 2، وحطيت في خله تانيه 3، زي ما انت بتحبي. طبعا تقدري تحطي على عدد الافراد اسرتك، يعني لكل فرد تحطي له جناحين منها في قلب العصايه الشيش طاووق. حابه برضو زي ما قلت لك على شبكه تحطيها من غير عصايه زي ما انت عايزه. طبعا انا زمان بحب احطها على الخضار مباشره عشان تنزل اي صوص منها ينزل او اي جوس ينزل منها يطعم الخضار بتاعي. انا شلتهم بس على جنب كده، لان بقيه الصلصه اللي اتفضلت معايا حبيت ايه اطعم الخضار بيها من اللي موجوده معايا. فحطيت جزء منها كده مع الخضار، وهسيب معلقه في الاخر هقول لكم هنعمل بيها ايه. قلبت الخضار بتاعي كده كويس ببقيه الصلصه اللي بتنزل. وطبعا لازم تمسحي طبق كويس من اي حاجه موجوده فيها عشان خاطر ما تتحرقش لما تحطيها في الفرن. حطيت الاجنحه فوق الخضار، وهبتدي اغطيها بالاول بورقه زبده، وبعد كده ورقه الفويل. انا بحبش استخدم الفويل مباشره على الاكل، لان طبعا هو مش صحي وبيتفاعل معاه. فبحب احط كده ورقه زبده الاول قبل ما احط الفويل معاه. حطيتها كده وحكمتها كويس من ان انا قفلتها كويس. ولو عايزه تحطي ربع كوبايه ميه كمان حطي ربع كوبايه ميه. بعد نص ساعة بص زي ما انتم شايفين بقى، بصوا الأجنحة استوت معايا. الأجنحة بتاعتي بقى استوت معايا كده جميلة جدا. حبيت بقى انقلها على شبكة عشان تاخد تحميرة بقى من جميع الجهات زي ما انتم شايفين. حبيت اوريكم كمان بقى، بصوا بقى هي مستوية خالص كده وجميلة جدا. ريحتها كانت قلب الدنيا بجد، كانت جميلة، وطعمها كان رائع جدا من التتبيلة. بقيت المعلقة بقى اللي كانت انا كنت شايلاها من التتبيلة، حطيت عليها معلقة كبيرة من الكاتشب، او ممكن تحطي صلصة كمان زي ما انت عايزة. ودهنتها بقى من جميع الجهات، واللي اتفضل معايا حطه على الخضار عشان يدي لون حلو كمان معاه. بحب ادي رشه فلفل اسمر او اي اعشاب انت بتحبيها رشيها، بتدي ريحه حلوه وجميله جدا. شايفين ما شاء الله بقى الاجنحه استوت من جميع واتحمرت من جميع الجهات ازاي، مشويه بجد. الله بقى كمان لو كمان معاها حته فحمه كمان كده، بتدي ريحه وطعم رائع جدا مع الخضار. الخضار كان طعمه خرافة بجد، وكان جميل جدا بجد. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ولو عجبتكم بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليق الجميل بيسعدني. حبيت أقدمها كمان مع الرز بالشعرية مع الخضار، وصفة كده كاملة جميلة. وطبعا الشكل النهائي بتاع الفينش ده بيبقى حاجة جميلة كده، وبتلفت انتباه يعني الأسرة، وبتعجب الأولاد جدا الأشكال دي، أكنك عاملاها في مطعم بالظبط بجد. وأشوفكم في فيديوهات تانية. مستنية تطبيقاتكم، وأقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع أمانته في رعاية الله وحفظه حبايبي. مع السلامة.